افريقي موكوانا لاعب سريع على الجهه اليمنى. وشيء رائع حقيقة هذا الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الترجي، يعني رغم كل ما قيل أن هناك ربما العواصف قد تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء رحلات طيران. بالفعل النقطة المضيئة خالد ورجل المباراة دون منازع أمام فلامينغو كان اللاعب رقم 12 جماهير الترجي اللي أثبتت مرة أخرى أنها في قيمة الأحداث الكبرى، تنقلت بأعداد محترمة جدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث على قرابة 7000 مشجع لفريق الأحمر والأصفر. هي مشروبة طاقة خلينا نقول خالد، هي بمثابة البروتين للاعبي الفريق خاصة في مواجهة اليوم اللي تعتبر مواجهة هامة وهامة جدا لأبناء ماهر الكنزاري. يوسف البلايلي النجم العربي الجزائري يعول عليه كثيرا أنصار الترجي وهذا ابن بلده. محمد أمين توغاي طبعا سبق للترجي اللعبة مرتين أمام فرق من منطقة الكونكاكاف. منطقة الكونكاكاف طبعا يعني هي دول أمريكا أو يعني دول أو أندية أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. الترجي أمام فرق الكونكاكاف 2011 تحديد المركزين الخامس والسادس، خسر من مونتيري المكسيكي 3-2. و2018 لعب مع فريق غوادالاخارا ايضا المكسيكي، ايضا تحديد خامس وسادس وفاز بركلات الترجيح، وكان يوسف البلايلي في ذلك الوقت من لاعبي الترجي. وهذا يظهر خالد وأنه فريق الترجي متعود على هذه المسابقة، وليس بغريب عن فريق الترجي التواجد والتألق في مسابقة كأس العالم للأندية. هو يشارك للمرة الرابعة طبعا يعني أكيد، لأنه هو عندما يتوج بطل لإفريقيا فهو بالتالي يمثل القارة الإفريقية في هذه البطولة. أصبح لديه الخبرة الكافية الترجي في هذه المنافسة، والشيء الذي يطمئن اليوم. فرصة يلا الهدف، والهدف يا حرام يا حرام يا حرام، يا على فرصة ذهبية بمعنى الكلمة ضاعت على فريق الترجي، وهوغو لوريس يضع كل عصارة خبرته. هوغو لوريس الحارس الفرنسي يلا على الطائر بالقائم بالقائم بالقائم، يا على القائم فعل فعلته قائم مرمى هوغو لوريس وحرم العرضية بعيدة. خطيرة لقطة كانت بديت على الجهة اليسرى خالد إلى داخل منطقة جزاء، ولكن طبعا يبدو أن اللاعب الترجي طبعا اللي هو كرة طويلة وحارس المرمى بشير. مثل هذه الكرات أحيانا بالفعل تصيبك سدد حلوة التسديدة حلوة، محاولة عن طريق موكوانا اللاعب الجنوب افريقي اللي بدأ داخل منطقة جزاء والهدف يلغى الهدف من جديد، يلغى الهدف. راية من الحكم المساعد تشير إلى وجود تسلل. أوليفيه جيرو يقول لك الترجي حضروا الدفاع، يعني بالفعل برافو بشير يبعدها. تعود الكرة مرة أخرى، بوادر تحسن تظهر على هذه الكرة خطيرة لفريق لوس أنجلوس، والتسديدة بعيدة تماما. كانت تسديدة من تيلمان بمدينة ناشفيل أو جيوديس بارك، الملعب الذي يتسع ل30,000 متفرج. ها هو الملعب حديث العهد، وبه طبعا فريقان طموحان يخوضان هذه المباراة الهامة. الترجي صاحب الطموح الكبير أن يعني يجتاز ويصل إلى الدور الثاني، إذا فعلها اليوم مع الفريق الأمريكي وفاز حظوظه ستكون كبيرة قبل مباراته الأخيرة مع تشيلسي الإنجليزي. ودخول بفريق لوس أنجلوس اللاعب الذي دخل هو اللاعب خافايرو ديروسون، أخذ مكان مارتينيز. هذا اللاعب هو في الأصل الركنية داخل منطقة الجزاء وسقوط اللاعب. الحكم يقول ركلة جزاء للترجي، ركلة جزاء. قرار الحكم النرويجي احتساب ركلة جزاء. لاعبو لوس أنجلوس حول الحكم النرويجي. مساند حلوة والعرضية، وايضا خبرة السنين هوغو لوريس يستغلها في ابعاد هذه الصالة. لسه خطيرة وكرة تغير سيرها، وبالبوكس هوغو لوريس يبعدها بقبضة اليد، بينما مشترك. خطيرة بوانجا. برافو بشير،
حالة انفراد تامة. شوف الهجمة للترجي ارتدت بسرعة كبيرة. جزاء والفرصة فرصة عند اللاعب ساس. يا ساس يا ساس. كرة ارتدت فيها خطورة وحارس المرمى برافو. بشير ولوريس يتدخلان بأوقات صحيحة. كرة عالية والرأسية يجرب حظه المدافع. لا هذا ليس المدافع بل هو المهاجم. جيرو أول كرة ياخذها بالراس. خطيرة لسه خطيرة وهدف للترجي. الترجي يسجل. يا عملها يوسف، عملها البلايلي وسجل في مرمى هوغو لوريس من زاوية ضيقة. يا له من هدف. اللاعب طبعا بن حميدة عمل مشوار ولا أحلى. ارتدت الكرة وتابعها يوسف البلايلي بطريقة رائعة وسجل هدف للترجي. الترجي يتقدم قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة عن طريق يوسف البلايلي. هذا هو يوسف البلايلي خالد وفي لعادته. شوف كيفاش موجود يعني في 18 متر، يعمل المراوغة ومن ثم يسدد الكرة على مرمى هوغو لوريس. ولكن شكر كبير وتحية كبيرة للاعب محمد أمين بن حميدة. هذا اللاعب منضبط جدا، هذا اللاعب يجري كثيرا، هذا اللاعب مستميت يعني صراحة قام بكل شيء. جراب الكرة تخلي منطقة 18 متر، حاول يسدد، رجعت الكرة جت قدام يوسف البلايلي والبلايلي ما يرحمش كما يقولوا. وهذه الفرحة مع جماهير الترجي السعيدة بالهدف. قد نقول عنه انه لا يأس. وكرة يا يانساس يا يوسف يا يوسف وهيئها يا على العارضة تفعل فعلتها. يلا الثاني يا ساس خطير. اللاعب ان شاء الله يواصل الترجي في هذه المباراة. ممتاز ياسين رياح. تسديدة من بعيد وحاول عن طريق اللاعب بالروسون لكن كرة عالية. بشير روعة بشير يا روعة 1-0 من البلايلي. بشير هي انتهت ولا صافرة ولكن لا ندري شيء آخر. ولكن الثاني الحكم ما صفرش لسه، لم تنتهي بعد 8 دقائق. هو قال هذه كرة داخل منطقة الجزاء يعني أي كرة مباراة نتيجة ميسي ينتصر على عيد حظوظه بهذا الانتصار. قليلا الانتصار الفريق عربي ينتصر بعد انتصار ميلودي سان داونز. بالفعل يعني المباراة انتهت كما فاز الترجي 3 نقاط. هدف ستكون فاصلة بالنسبة للترجي. Trades don't wait.